السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة كان عيد الفطر المبارك، عيد سعيد عليكم يا رب ويا رب دايما الإيمان في قلوبكم كده، ويبقى الجوامع منظرة بالشكل ده وكل الناس نازلة تصلي وفرحانة. حبيت اشارككم اللحظة ديت، بجد اليوم كان جامد والصلاة كانت حلوة قوي قوي، وكان المنظر مبهج يعني بصراحة، الناس كلها نازلة تصلي الصبح كده، والصراحة كان الجو جميل. واسيبكم بقى تسمعوا التكبيرات. فين بالظبط؟ امشي قدام بقى شويه، امشي قدام. لا لا انت خليك انت جوه كان شكل الناس فرحانة قوي وسعيد، وبجد الإيمان كده يا رب دايما تكون قلوبنا مليانة خير كده وإيمان، وننزل نصلي كده على طول. وهنا كنا بقى بننتظم للصلاة، وصلينا وسمعنا الخطبة. بعد الصلاة طبعا خطبة العيد بتبقى بعد الصلاة، وروحنا على البيت بخير. بعدين طبعا اليوم ده الأكلة المفضلة أو الأكلة اللي معروفة كل الشعب المسلمين يعني بياكلوها في الأيام دي، في يوم العيد الفطر المبارك بياكلوا الفسيخ. طبعا الفسيخ أنا مخللاه معاكم، وأنا عاملاه معاكم على القناة، عاملاه من شهر، هتلاقوا الفيديو نازل من شهر كده. فعايزين تعرفوا الطريقة ادخلوا وعلى القناة بتاعتي وهتشوفوا الطريقة. طبعا روعة جدا، هتشوفوا النتيجة بنفسكم اهو قدام عيونكم. ده كده انا فتحت البرطمان، وكمان وريتكم ايه اول واحدة كده، وهبدأ ايه اللي انا ايه افتحها. طبعا هو بصوا بقى روعة روعة جدا يعني، وما خستش مني ولا اي حاجة، انا كنت جايباه بالحجم ده كده، وبقى من جوه زي الزبدة، بجد روعة روعة يعني. كده فتحت لكم واحده اهي. كده كده احنا طبعا اليوم دوت بناكل الفسيخ بعد ما نيجي من الصلاه كده، على العصر كده بنفطر اي حاجه، وبعدين على العصر بناكل الفسيخ. بصوا يا جماعه، هتفتحيه كده وتشيلي، تلاقي حاجه بسيطه كده هتشيليها في كرشه، وبعدين هتفتحي هتلاقي المنظر ده. بصوا يا جماعه، اللون والملمس كده والقوام جامد جدا، عامل زي الزبده، بجد روعه روعه. طبعا عايز تعرفي طريقته، هتدخلي على القناة وتشوفي الطريقة بتاعته عاملة ازاي، ودي النتيجة اهي قدامكم. بس مش محتاج بقى غير عصرة ليمون كده، وتبدأي تاكليه بقى بالهنا والشفا. وطبعا ده اكلناه النهارده، كان طعمه جميل جدا، وبجد ال التخليل بتاعه طلع مظبوط جدا جدا يعني، وكان طعمه تحفة. كان نفسي تبقوا معايا وتدوقوه. بس كده، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم، ودايما اشوفكم في الاعياد، ومع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين.